والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزبدة أخباركم وعلومكم وش مسوين؟ بوضح لكم بعض الأمور اللي صارت في المقلب، وطبعا إن كنسلنا مقدمة أبو داحم لأنه ما عرف يشرح بعض الأمور فحبيت أشرحها لكم. حلو. أول شيء كيف صار المقلب وشلون يعني نمت يا أبو زير بجنز تسوقها علينا أنت ولا كيف؟ المقلب كان في اليوم اللي شاركت فيه في حملة تفطير المليون صايم. طبعا أفطرنا عندهم هناك وإلى آخره، وأبو داحم حط لي المنوم هناك خلاص. فأول ما رجعت في البيت كنت دايخ مرة وما أشوف إلا السرير ونمت على طول. في ملاحظة صغيرة، الصلاة اللي كانت وقت تصوير المقلب هي صلاة التراويح، فلا تسوي قافط يا خوي. خليكم مع المقطع ومشاهدة ممتعة. ما أبي أكب على وجهه عشان ما يخافون زي كذا، فأحاول إني أكب وجهه بشوي عشان ما تجيب في وجهه الموية. لا تنسون اللايك وكذا. اوكي صح اني بنجلد وكذا، لكن شنب بدال شنبين يطلع على طول، صح ولا لا؟ شكله جاك. المهم وصلنا لنهاية المقلب، بدق على أهلي عشان يجون يمسكونه لما ماني فاضي انجلد. السلام عليكم. وصلنا لنهاية المقلب، يعطيكم ألف عافية على المشاهدة. احتمال أصير أطلع معي أختي في القناة وزي كذا ونصور مع بعض، وأنا شفت يعني أكثر من شخص صوروا مع أخواتهم والوضع عادي يعني وزي كذا، فحبيت إني أصور مقطع مع أختي وبشوف إذا في تحفيز للموضوع ذا بصور معه. إذا ما حد عزز بكنسل الفكرة وبس. تابعوني في السناب شات والإنستغرام، وبعض الأحيان أبث في اليونا وبعض الأحيان مو بدايم. روحوا تابعوني وش تحترون هنا.